اهلا بكم من مطبخي مطبخ حلو حد ام احمد. ازيكم حبايب قلبي كل متابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، واهلا بيكم في فيديو جديد. عايزه اوريكم نتيجه الزراعات الحلوه بتاعتنا. من زمان قوي ما صورتلكوش الزرع ووريتكم قد ايه هو حلو وجميل ولونه اخضر. عايزه اقول لكم ان الجارونيا اللي هي ناحيه الشارع دي، من ناحيه بقى بشوفها من ناحيه الشباك، يعني ما شاء الله مفرعه ومليانه ورق وجميله. من ناحيتي انا بقى اللي انا بشوفها اللي عيني جايباها معصعصة كده، فأنا مش عارفة ألفّها أجيب الورق ناحيتي والّا أعمل إيه. فدول الزراعات المتبقيين مني، والباقي خلاص يعني الله يرحمه. أنتم عارفين كان السور مليان ما شاء الله. فالحمد لله كده قُمت سقيت الزرعات بتاعتي، وقبل ما أسقي الزرعات طبعًا رتّبت البيت، عملت له تفطر. محمود كان وراه درس الصبح بدري، راح الدرس بتاعه لسه ما رجعش، أمّا يرجع إن شاء الله هيفطر، لإن إحنا ما عدناش بنروح المدرسة، فما بقيناش نصحى الساعة 6:00 كالعادة، بقينا نصحى 8:00، 9:00 كده يعني حسب ما بنقوم بقى، ما عدناش بنقوم بدري. وتعالوا بقى أمّا أورّيكم خير إنتاج مزارعنا، مزارع البيت أم أحمد. يا جماعة بسم الله ما شاء الله، وإن شاء الله هادّي لكل واحدة حزمة بصل. هاقسّمهم حِزَم، حِزَم، حِزَم كده، وهافرّق عليكم وعلى أمي وعلى سلفتي وعلى أختي بُصّوا، أنا هاوزّع على الدنيا كلّها بصل، حِزَم، حِزَم، حِزَم كده يعني، بس إيه، يطرحوا كده شوية وهتشوفوا الجمال. فال3 طلّعوا شايفين، أنا عايزة أقول لكم إن إحنا أنا وعيالي فرحانين بيهم وكل شوية نخش نبُص عليهم، ومحمود يقول لي: "أنا نِفْسي أدوق طعمه أوي." "هو طعمه إيه؟" "يا ابن الهبلة ما هو بصل هيبقى طعمه إيه يعني؟" فجِبت بقى الهدوم دي أنا ناشراها امبارح بالليل. أنتم عارفين إن أنا امبارح بالليل كنت معجونة، أنتم شُفتوا طبعًا الفيديو، نشرت قبل أمّا أنام، فما لحقوش أصلًا إن هُم ينشفوا. فأنا هانشر دول على دول، يعني اللي أنا طلّعتهم من الغسالة، ولأول مرّة الحمد لله تيشيرت أحمد يطلع من الغسالة من غير أي لون فيه، وده يعني إعجاز وإنجاز كبير. ف يعني يا رب يلحق لي هدوم على كده، إن ما الهدوم ما تطلعش من الغسالة فيها ألوان. فقُلت أمّا أنشر الأول كده من بداية اليوم، لإن الهدوم مش هتقعد بقى أكتر من كده، يعني مش هنفضل نسيب الهدوم على الحبل قُلت عشان إيه، أنشرهم يلحقوا الشموسة اللي بتيجي. أنا عندي الشموسة بتيجي شوية بتاعة الضهرية كده شوية، الهدوم دي تلحق تنشف، وفيها هدوم أحمد، لإن أحمد ابني إيه، هو ماسك على حتتين 3 كده عايزهم على طول نضاف. فأول ما بيقلعهم باحطهم في الغسالة وانشرهم عشان نحمي نفسنا من الخناقات وحرام عليكِ يا ماما أنتِ مستقصداني، مش عارفة مستقصداني ليه. باقول له: "يا ابني هو أنا لاقياك على باب المعبد اليهودي، مستقصداك ليه يعني؟" يعني ليه مستقصداك؟ يقول لي: "أنتِ مستقصداني ما بتعمليليش هدومي." طب ماشي، ما اللي فيه هدوم تانية ألبسها، لأ هو أنا باحب دول. فربنا يهديه يا رب ويعدّي كام سنة. أنا سمعت إن مرحلة الثانوي أصعب، يعني أنا سمعت إن مرحلة الثانوي، أنا باقول إيه، كان اعتقادي إن مرحلة المراهقة دي آخرها تالتة إعدادي وخلاص بقى، بعد كده بيبقى ناضج وبقى فاهم، ويعني خلاص بقى. لقيت بقى بيقول لِك لا، لأ، ده مرحلة الثانوي أنتِ بتخشي في مرحلة أصعب. فواحدة صاحبتي كانت بتقول لي يعني، قُلت لها: "يعني العيل هتعقل إمتى؟" قالت لي: "لمّا يخش الجامعة بإذن الله." قُلت لها: "يا حُستي، يا حُستي الجامعة! لو أنا لسه هاستنى يا لهوي على اللي إحنا فيه يا ولاد." فربنا يهدي لنا ولادنا يا رب كلّهم اللهم آمين. دخلت بقى أعمل فطار، لإني طبعًا عمّا رتّبت البيت ونشرت ولفّيت يا أختي أنتِ وهي كنت جُعت. فقُلت يا بنتي يا أم أحمد اعملي لنفسِك تفطري، كنت حاطة البيض يتسلق، و أحمد ولينا خلاص فطروا، ومحمود عملت له الساندوتش بتاعه. وأنا باعمل فطار ليّا كده، عملت له الساندوتش بتاعه خلاص وكان على وصول، ولفّيته له، قُلت عشان أنا متأكدة إن هو هييجي وأنا بافطر ما يقوّمنيش. وفعلًا يا دوب لسه قاعدة بافطر لقيته داخل، قُلت له: "بُص الساندوتش بتاعك ملفوف وسخن هاته بقى إيه وفرّغ لِك شاي بلبن." فطرت الحمد لله ودخلت أجهّز الإسفنجات بتاعتي على طول، لإن النهارده ناوية عندي تورتاية واحدة بس اللي محجوزة، وناوية أعمل عروض، بس والله أنا ما أنا عارفة هاقدر أعملها والّا لأ، لإن قايمة من النوم بازُك برجليّا. أنا من يوم الخميس وأنا الدنيا ملمّسة في رجلي تمام، اللي هو عرق النسا ده. أوقات بابقى كويسة، ده أكتر حاجة بتتعبني، يعني أكتر من ضهري، أكتر حاجة بتتعبني، لمّا الدنيا بتلمّس كده الكهربا بابقى ماشية بقى ما أقولكوش. فأنا من يوم الخميس وأنا عمّالة أقاوح وأتحمّل وأقول هابقى حلوة، وما حدش يقول لي ارتاحي ونامي، لإن عايزة أقول لكم النوم بيتعبني أكتر. أنا مشكلتي أساسًا يعني ممكن أنحّي طول النهار، بس مشكلتي النوم. ما يعني أنا نمت أهو ألاقيني مش قادرة، آجي أتقلب كده يا لهوي مش عارفة أتقلب، آجي أتقلب أنا عايزة وِنش، بُصّوا أنا عايزة وِنش يقعد يدقلجني يمين وشمال. فهو النوم مش بيريّح يعني أكيد، فأكيد لو النوم بيريحني والله هانام يعني، فربنا يوسّعها علينا يا رب. آآ
اللهم صل على النبي. انتوا عارفين بقى ان انا امبارح ما عملتش السمك وسبته في التلاجة، فطلعته النهارده بقى قلت هعمله، غسلته، عملت شويه رز كده وقدحت عليهم بقى بالسمنه البلدي، يا لهوي على ريحتهم تحفه. القدحه دي بتخلي لك الرز مفلفل كده وقمر قمر قمر، ومحدش يقول لي يا بنتي يا ام احمد مش دي طريقه طبخ الرز، احنا يا اختي بنطبخه كده، احنا بنطبخه كده. بس كده الرز كده استوى معايا اهو، عملته. اغسل بقى شويه المواعين اللي في الحوض دول علشان ما يبقاش في معايا مواعين مكركبه، وانا هاتغدى الاول وبعد كده اقفل التورتيه. التورتيه دي اصلا محجوزه معايا في نفس اليوم، يعني انا ما كانش عندي شغل النهارده فكنت ناويه اعمل عروض. زبونه كلمتني الصبح قالت له ام احمد انا عايزه تورتيه ضروري ومعلش وبعد المغرب. قلت لها حبيبتي انت، طب انت ما حجزتيش من بالليل؟ ببقى عامله حسابي، يعني بقوم من النوم، انتوا عارفين ببقى اقوم من النوم اضرب سبونشاتي حتى قبل ما افطر بدري بدري كده يعني. انما انا بقى عارفه ان عروض وبراحتي وهعرضها براحتي، اما اكون عروض مش محجوزه انا ممكن بصوا اعمل المغرب، ممكن اعرضها الساعه 10 بالليل ما بيهمنيش. قالت لي معلش وما كنتش اعرف وبتاع، فقلت بلاش ازعلها بقى، والله البنوتات دي روحي مبقاش راضيه يزعلهم واجي عليهم. ببقى احب اراضيهم كده، بقول ايه انا عندي بنت يمكن في يوم من الايام تتزنق في حاجه وربنا يبعت لها اللي يراضيها. فمبقاش ارضى ازعل البنات، والله بعد اقول ايه يعني ربنا يعمل لي اللي انا بعمله في بنتي يا رب، اللهم امين. اي حاجه انا بعملها معاهم والله اتمنى بجد ان هي تبقى مع بنتي، وبتعامل كده في اي موقف بيحصل مع اي بنات والله في سن صغير كده وقاصديني في حاجه او عايزين حاجه، اقول بكره ايه ربنا يبعت لبنتي. فغسلت بقى شويه المواعين اللي كانوا في الحوض دول، منهم الصينيه اللي كانت فيها الكبده امبارح، ومنهم الحله اللي كان فيها الصلصه امبارح، يعني دول في الحوض كمان. فانا قلت لا ما هينفعش بقى نحط مواعين على مواعين. فعملت طبق سلطه كده محترم بعد ما خلصت طبعا، ورحت البلكونه شويه السمك، عشان اللي هيسالني بتشوي البلكونه اللي بتشوي السمك بتشوي البلكونه، بتشوي السمك فين يا بنتي يا ام احمد؟ انا عندي فرن صغير في البلكونه بشوي فيه، بعمل فيه قرص، بعمل فيه الفطار المشلتت، بعمل فيه البرام رز البرام، بعمل فيه حاجات كتير يعني. بس والله انا كنت الاول بولعه على طول، الوقت ما بقيت الوقت بقيت ايه بستسهل فرن البوتاجاز، لاني ببقى شغاله فببقى الحاجه جنبي مني. انما الاول قبل ما اشتغل كنت بولعه يمكن يوم ويوم، اعمل فيه رز البرام واعمل فيه صينيه البطاطس، واحط البطاطس المسلوقه احط عليها رشه زيت وكمون واحطها تتحمر، كانت بتبقى تحفه. كنت بعمل عليها حاجات كتير ما عدتش بصراحه بعملها دلوقتي، بس مين عارف يمكن نرجع نستخدمه تاني زي الاول. وكمان الغاز غلا، كان الاول أنا كنت بملى الانبوبه ايه كان ب 100 جنيه والله انا فاكره ايام ما كنت والده احمد ابني كنت بملى الانبوبه ب 17 جنيه. ايام ما كنت والده احمد مش من زمان قوي يعني، كنت بملى الانبوبه ب 17 جنيه، وكنت بجيب اللحمه الكيلو ب 50 جنيه. يعني بقعد اقول للحمه ده انا كنت وانا حامل فيك كنت بروح اجيب اللحمه الكيلو ب 50 جنيه، اعملها رباع رباع، لان كان هو اول ما كانش حد بقى ياكل، فكنت بقسمها رباع، عارفين على 4 كنت بطبخ ربع كيلو. فكانت ايام بقى الحمد لله ان انا شفت الايام دي، يعني عشان ما بقاش اقول للعيال انا كنت بجيب اللحمه الكيلو ب 380. بقول لهم كنت بجيب، ولا وابني يقول لي ياه ب 50 جنيه يا ماما، اللي هو يعني اكني بقول 50 قرش يعني. اقول له يا 50 جنيه كانت قليله يا ابني، ده كنت بجيب الفرخه ب 25 جنيه. فكانت ايام حلوه والله، وايام كلها خير وبركه. بس هنرجع نقول ايام ربنا كلها حلوه، وكل وقت وليه اوان، وكل عصر وليه اسعاره. برضو الجيل اللي قبلنا برضو بيقول ايامنا كانت كده، والجيل اللي قبلنا بيقول كده. فعلى مر الايام بقى هيبدأ كل جيل هيقول كده، كل جيل هيقول كده. اتغدينا الحمد لله، ربنا يا رب يديمها نعمة. وعايزة اقول لكم اول ما حطيت الاكل ولادي بدأوا بقى ايه، هو ده مش يوم سمك، هو السمك الجمعة معروفة، السمك الجمعة اللي جيب السمك للسبت يا ولاد، ما احنا امبارح ما عملناه. ولينا تقول لي انا ماليش دعوة، هو السمك الجمعة إيه اللي خلاه السبت بس والله العظيم كانوا شوية سمك يا لهوي على جماله، كان تحفة، كان جميل جميل ومبطرخ كله، والبطروخ فيه تخين وجميل، كان حلو قوي. يعني هم اما قعدوا كلوا من حلاوة السمك والله ما بقى ولا واحدة. بألف هنا وشفا يا رب. طبعا قمت من على الاكل بقى، كملت الشغل بتاعي وكملت بوكساتي، واحمد راح وصل الحاجات اللي هتتوصل، واللي هيجي يستلم جه استلم. وجينا بقى على السهره بتاعتهم كده على الساعه 10 بالليل كده، قالوا لي ماما اعملي لنا هوت شوكليت، وكانوا عايزين طواجن، عملت لهم طواجن بالشكل التحفه اللي انتوا شايفينه ده. فده شغل المعلم شغل المعلم لابنه. هو ده. ابني بيقول لي اللي يشوف شكل الطواجن والحاجات اللي انت مطلعها ما يشوفش الطاجنين اللي انت عاملهم هنا دول. انا المفروض والله العظيم اصورهم وانزلهم، قلت له يا يرحمك مش محتاج انت تصور، انا هصوره ماني. انا هصوره ماني. انا بخاف ولا ايه؟ طبعا انا ماليش في الطلعه بتاعتهم دي، انا هاخد بعضي واروح اكل لي زبدايه واخش الاوضه بتاعتي. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.